واني اقل درجه عندي بالتسع. ويوم من الايام وانا راجع من الدوام تحت الباب طبيت دا ابدل، لقيت عمي قاعد بالصاله. قال انا ايش قلت لك؟ مو قلت لك دوام ماكو؟ وظل يعيط ويصيح الى ان لزمني كتني كتله من هاي الزين. انا قلت له انت ما مسموح تتدخل بحياتي، انا امي وابويا موجودين بالحياه. ابويا قال لي روحي داومي، وامي قالت لي روحي داومي، بس اختي كانت واقفه على صفحه وتباوع علي وتضحك في سبيل انه انا ابطل وهي تبقى تداوم حتى تبقى هي متفوقه بالبيت. هنا انا ظليت اعيط واصيح وقلت له لا شو اداوم وغصبا ما عليك. وهاي اختي ما عرفت كانت هيك تكرهني، مع العلم ما كنت احبها واتمنى لها الخير، يعني مو شلون ما كان بعد اختي الوحيده، يعني ما عندي غيرها بالحياه، بس هي ما اعرف ليش كانت هيك تكرهني وتريدني دائما اطلع فاشله. ويوم من الايام الساعه 7 الصبح، رحت دا اغسل وجهي حتى اروح للدوام، لان كان عندي امتحان كلش ضروري وامتحان